السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل احلى فطير، نعمله بطريقة سهلة على الطاسة زي ما انتم شايفينه، مورق وتحفة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هيكون معايا حوالي كيلو ونص من الدقيق. ممكن تشتغل على نص كيلو أو كيلو عادي جدا، مفيش أي مشاكل. هنبتدي ننخل الدقيق، مهم جدا إن احنا ننخل الدقيق. الفطير ده يا جماعة بيطلع مورق وتحفة وسهل جدا، وهنعمله كمان على عين البوتاجاز بمنتهى السهولة، وطعمه كمان بيطلع هايل، بيطلع مورق كده وخفيف وتحفة. هنبتدي بقى ننخل كل كمية الدقيق بتاعتنا. مهم جدا طبعا زي ما قلنا ان احنا ننخل الدقيق. هو كل الدقيق بيبقى شوية ملح، يعني حوالي مثلا نص معلقة صغيرة ملح، وبنعجن بمية، بيبقى مقاديره سهلة جدا. وممكن تحطي كده حوالي معلقتين او 3 من السكر، بيدينا برضو تسكيرة حلوة كده مع الفطير. يعني هي مقاديره كده سهلة خالص وبسيطة. بننخل اهو كل كمية الدقيق. كده تمام. حطينا حوالي نص معلقة صغيرة خالص من الملح، وبحب انا احط زي ما قلت لكم كده حوالي معلقتين كبار كده او 3 معالق كبار من السكر على الكيلو ونص دقيق. يعني نص كيلو تحط له بس معلقة سكر لو هتشتغل يعني بنص كيلو. وهنبتدي نقلب بقى كل المواد دي مع بعضها، اللي هو السكر مع شوية الملح، ونشتغل بمية عادية خالص من الحنفية. عجنتنا كده بتبقى ملمومة يا جماعة. وبعدين الميه مش هنحددها، لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق على النوعيه، يعني كل نوعيه دقيق بتختلف عن عن التانية. فنبتدي ننزل شويه شويه من الميه لحد ما نلاقيها عجينه ملمومه معانا. طبعا مهم جدا جدا للفطير ان انت تعجنيه كويس جدا، يعني ممكن تفضل تعجني فيه كده من 10 ل 12 دقيقه. خلاص كده هنشيل المعلقه خالص، ونبتدي بقى نعجن بايدينا. نعجن بقى لا يقل عن 12 دقيقة لحد ما نوصل للقوام اللي هنشوفه مع بعض. شايفين يا جماعة بتمط معانا و10 على 10. في الوقت ده نسيبها تريح بقى حوالي نص ساعة. بعد ما هتريح معانا هنبتدي كده شايفين يا جماعة ملمسها تحفة طالع معانا، ولا أحلى من كده. نرش رشة دقيق بسيطة كده على الرخامة، وننزل. طبعا مش هشتغل في الكيلو ونص كله الدقيق، هنبتدي نقسم العجينة على نصين. طريقة سهلة جدا للفرد، هتعجبكم قوي، بتبقى سهلة وسريعة وبتطلع معانا الفطير مورق خالص. هنبتدي نفرده بقى بايدينا او بالنشابة. هو طالما مريح، هو مهم للفطير المشلتت يا جماعة انه يريح، اهم حاجة ان هو يريح. كل ما سبتي العجينة تاخد وقتها في التريح فبيطلع معانا حلو جدا، وبيفرد معانا بمنتهى السهولة. انت هيريحك كمان في الشغل، وهي هيطلع منا برضو معانا نتيجة هايلة. هنفضل كده نفرد حوالي نص سنتي. ده الخليط بقى حوالي مثلا عن معلقتين 3 كده كبار من الزبدة، ومعلقتين كبار 3 برضو من السمنة البلدي، ومثلا برضو حوالي نص كوباية من الزيت. بنقلب كل الخليط ده مع بعضه، ونبتدي ندهن العجينة بعد ما فردناها زي ما انتم شايفين كده.
هنبتدي الكل يعني ما تخليش اي حاجه في العجينه لما تكون ايه مدهونه بالسمنه. نبتدي بقى ايه نلف العجينه، ناخد اللي بره كده ونشد عشان يدينا، كل ده بيدي توريقه تحفه. شايفين يا جماعه؟ حلو جدا. هنبتدي بقى ايه نقسم العجينه نصين، وبعد كده زي ما انت عايزه الفطيره حجمها ايه. شايفين كميه التوريق اللي من جوه؟ انا النهارده اعمل الفطير مش كبير قوي. بنجيب بقى ايه صينيه مدهونه بزيت، وكل قطعه من اللي مقطعينها دي ندهن وشها فوق وتحت زيت. حلوه جدا العجينه طالعه معانا يا جماعه، هايله كده. تمام. بنخلص كل الكميه. بعد ما خلصنا كل الكميه يا جماعه وسبناها ارتاحت حوالي ساعه في التلاجة كده، نبتدي نجيبها نحط يا دوبك حاجه بسيطه خالص من السمنه على الرخامه، ونفردها برضو تاني قطعه كده نفردها. ممكن لو عايزه الفطير كبير شويه تحطي كل اتنين مع بعض، يعني تفردي واحده كده وتلميها، وبعد كده تفردي واحده تانية تحطي التانية فيها، ويبقوا اتنين لو عايزاهم كبار شويه. بس انا النهارده مش هعملها ايه كبيره قوي، طالعه معايا والله هايله ومنفوخه وجميله جدا. من نجاح الفطير كمان انك انت لو انت بتخبزيه تلاقيه اتنفخ معاك، تعرفي من جوه ان هو مورق. شايفين؟ فاض معايا برضو شويه من خليط التوريق. هبتدي برضو احط كده بعد ما فردته تاني وهلمه بقى. دي المرحله كده الاخيره. شايفين؟ بعد كده نعمله زي البقجه كده ونلفه وندوره. ايوه كده تمام. ونسيبه يريح. عندك صينيه كده مدهونه بسيط خالص بالزيت، بنروح حاطينه بقى ونغطيه طبعا ونسيبه يريح. اهو بنجيب القطعه ونبتدي برضو نفردها تاني. حتى لو اتقطعت ما يهمكيش خالص، كده كده كل ده بيتلم. نحط برضو من السمنه اللي هي خليط التوريق، الزبده كده مع السمنه مع الزيت بتدينا طراوه للفطير تحفه. وبرضو نسيبها تريح. بنعمل بقى كل العجين بتاعنا بنفس الطريقه كده، وبعد كده بنيجي بقى للايه مرحله السوا. بنشغل الفرن على نار متوسطه، ونبتدي نحط يعني نقطه زيت كده في قاع الصينيه، ونبتدي نفرد اول فطيره. والمهم جدا بقى ان احنا نغطيها من وقت للتاني بقى. شايفين؟ نقلبها. شايفين يا جماعه منفوخه وحلوه معانا ازاي؟ شايفين؟ تحفه، طالع معانا هايل. بنعمل بقى كل كميه الفطير بنفس الطريقه دي، بيطلع معانا هايل، ولا احلى من كده. احلى فطير. لو وصلت معانا لحد كده بقى ما تنسينيش باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. كده خلصنا الفطير بتاعنا، طالع معانا يا جماعه والله هايل ومن جوه مورق وتحفه. انتظروني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد. اسيبكم على خير واشوفكم على خير. السلام عليكم، دمتم في امان الله، مع الف سلامه.